مش شايف يا ترى عملت ايه في روح، يا ترى روح المنافسه عندك ولا يا باشا؟ ما عنديش روح منافسه خالص خالص. انا راجل بروتة، لا بنافس ولا حاطط حد في دماغي. انا يا باشا عايش يومين هقضيهم اتبسط، لكن محدش يقول يا ترى عملت ايه في رحلتك رحله ايه؟ يخرب بيتك، يخرب بيت، مفيش رحله في الموضوع. باشا انا يا باشا جاي يومين اقضيهم اتبسط. شايف نفسي فين بعد 5 سنين في التابوت؟ اشوف نفسي فين؟ باشا محدش يقول لك مات وهو يناضل في سبيل، مفيش يا باشا السبيل ده. انا لقيت واحد صاحبي كاتب بيقول ايه؟ بيقول احمد ربنا ان انت مشغول، ماشي، ان انت مشغول، لان انت كل فراغك بيوجهك للمعاصي، فاحمد ربنا ان انت بتشتغل ليل ونهار. هو دكتور نسا شغال في الكويت. فقلت له قلت له يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي الحمد لله انا بشتغل ليل ونهار؟ انت حمار يالا، عبد ده ولا ده عبد ده ولا ايه ده؟ يخرب بيت اهلك. بتاع نسا طبعا هو عنده اكل عيش بقى، فبياخد اوفر تايم. هم هناك بيحببوهم في الفلوس. يعني انت طول ما انت في الخليج بيحببك في الفلوس. يقول لك الدكتور ده الراجل ده بيشتغل بذمه، نمص دم امه، ما هو بقى عبد حبش. يقول لك واحمد ربنا بتشتغل ليل ونهار. يا باشا امال انا هفضى امتى لنفسي؟ يعني انا يا باشا اللي هيشتغل فوق رزقه يبقى بيضيع وقته. لازم تكفر بالدنيا، طبعا. اللي هيشتغل فوق حاجته يبقى بيضيع وقته. انا يا باشا باخد اجازات براحتي، واسال عني. يعني انا اصلا ما يوم ما اترفدت من الجامعه هيصت، قلت الحمد لله كانوا بيصحوني بدري. فاللي بيشتغل زياده كده بيعصي ربنا. اللي يقول لامك العمل عباده، مش نبطشي. انت فين يا قد النهار؟ انا نبطشي في مستشفى دار الفؤاد للطوارئ. ليه يا ابني؟ فلوس. طب مش لبدنك؟ انت ربك ليه عليك حق. ما تقوليش انا بشتغل عشان ولادي. انت عارف الاقساط والمدارس، ما انت اللي عملت في نفسك كده. انت عبد بس من عبيد الحق. انت عبد اقساط وعبد المدارس وعبد المدام وعبد مناف وعبد السايس وعبد اللي بيقول لك عايز. ما تفتكرش نفسك باشا. الباشا يا باشا يوم ما يطفي تليفونه ويتخمد يا باشا تبقى باشا بقى. فهو الباشا الوحيد اللي شاري اخرته، اللي بيشتغل لكفايته. كفايته سد يا باشا. انت مش عايش في الدنيا تحوش يا باشا. انا لو رجعت لربنا محوش هتضايق. هيقول لي انت ما وعدتنيش بكده. هقول له انا ما قلتش كده فعلا. انت هتتذكر ساعتها ساعتها هتتذكر بقى. ما هقول لك انت نازل ساعتين هتقابل ناس واحده تقول له يا بابا، واحده تقول له يا ماما، شويه عيال هيبقوا عيالك، هديك قرشين متاع للحياه تمشي بيهم امورك، تعمل حاجه وتبقى عندك فاهم قصدي؟ فانت قلت له ماشي، شهدت ان انا ربك، شهدت. طب خلي بالك انت النار اهي، لو رجعت دخلتها انا ماليش دعوه. قلت له شايف وشاهد. فقال لك شط سكروا عليه ستروا عليه. ما انتش شايف، ما انتش سامع، ما انتش فاكر، ونزلت التجربه واداك علامه في كتاب. قال لك في اخره، في دنيا، والدنيا مش حلوه، ما تصدقهاش. ان انبياء قبليك بيقولوا كذا، النبي بتاعك قال كذا، واهو. ومع ذلك انت يا باشا مصر تبقى هنا في الدنيا ليك ذكر، وفي الدنيا ليك ارض، وفي الدنيا ليك فلوس، وفي الدنيا سايق احسن عربيه، وتقول لك ايه؟ بص إن انا بعمل للدنيا وللاخره في نفس الوقت. انت حرامي. انا عربيتي من 2012 ما غيرتهاش. زي ما قلت لك انا ما برميش الجزم غير ما تتقطع خالص. طلع لله. خليك بوسطجي، خليك موصلاتي. انت بتقبض وبتطلع. انت ترومبه، انت واصله، انت بني ادم عايش مؤقتا. حياتك مش هنا. يا ليتني قدمت لحياتي. ده ايه ده؟ بعد جيء يومئذ بجهنم. فهمت؟ يعني هيفتكر، هيقولوا سكروا عليه وابعتوه. انت نازل الرحله وفاكر على فكره، بس انت مع اول
بتنسى. هو في وقعه هتبقى عليك انت يا باشا، المشهد قصير وانت هتشوفه هناك قصير. هتقول بقى ان هو قصير، ساعتها هتقول ان هو قصير، بس بعد ما تفتكر بقى. فاحنا بنفكر بعضينا، اوعى تنسى انها قصيره. ما بعتكش تتابع شرايينك الطرفيه يا اسلام يا بدر، ماشي؟ ما بعتنيش اتابع دماغي ولا نبضي. ما قالش الكلام ده، ما قالش فيه الكلام ده. قال لا، قال يعبدون لا عدوان الا على الظالمين. حملك امانه، مش امانه صحتك. ده شغل سباكين اللي بيقعد يقول لك صحتك ومش ويقعد يعمل لك كده. الصحه مش يا باشا، هكس هكس. مفيش حديث عن الصحه خالص. فاهم حاجه؟ مفيش حاجه اسمها حديث عن الصحه. مفيش حاجه اسمها احنا قاعدين نتكلم عن الصحه. لا يا باشا، بطل ده هتبقى كويس وخلاص. وان كنت عليلا فتداووا بالعسل. شرب، قال لك بطني ان بطن اخي مستطلقه، شربه عسلا. ربنا ما قالش حاجه فيها شفاء غير العسل. هو سكر، سكر وبس يا باشا. بص اهو دعواتك كأن على جواز البنتين وحلو قوي كده. بص برضه في دماغه يا باشا يجي لهم رزقهم، يجي لهم رزقهم. ركز في دي، ما تقعدش تفكر في بكره لا ليك ولا لعيالك. كفايه انت بقى بص في ورقتك، اما يجي لها عدالها جوزها. باشا الدنيا السيناريو بتاعها كله عند ربنا اصلا. فاهم؟ الايه بتقول ايه؟ وما من مصيبه في الارض، ما من اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. بص هو بيقول لك ايه؟ انت ما تتضايقش من مصايب في الدنيا بتحصل ولا فيكو، عشان ده في كتاب اصلا. هو بيكمل الايه بيقول لك ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تزعلش على فرصه راحت، ولا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ما تفرحش بفرصه عملتها او بنجاح حققته. عشان كده يا باشا انا بقول لك اما بقعد ابص انا مش عايز حته ان انت عايز تعمل ده عشان تتشهر يا باشا. لا خالص والله، والله خالص. لا يا حبيبتي، ده سعر كشفي ملوش علاقه خالص باللي انا بحكيه. انا سعر كشفي كده، ده انا مقدر كشفي، واللي مش قادر يدفعه ما يدفعوش. فما حدش يسال السؤال ده. حبيبتي احنا في مجتمع زي معاويه، اما سيدنا عمر قالوا انت ماشي بالعرش ده ليه؟ قالوا لا يا باشا ما ينفعش ابقى في المكان ده وامشي لوحدي زي عندكم في المدينه. انا حوالينا جواسيس وبيحبوا المظاهر والشكل ده. انا كشفي غالي وعمري ما هنزل كشف. اللي معهوش يقول ما معيش ومش هدفعه، نقطه. ما يعيدش عليا الكلام. لكن ما حدش يقول لي كشفك ليه. انا حر، انا حر، مش هفتحها كده خالص خالص. وبعدين انا حر، انا امير نفسي ومالك نفسي. فهمتي حاجه ولا؟ فده كشفي انا ما اجبرتش حد عليه. لكن هيجي يقول لي انا عايز اكشف عندك وما معيش، يا باشا لا تتنور اصلا من غير حاجه. في فرق بين انت بتاخد ايه وفي فرق انا بعمل ايه. لا يا باشا انا زي التجار، انا اجري واجر نفسي باللي انا عايزه، انا حر. بس خلصت يا تامر. اشكركم وخلي بالكم من نفسكم، واتمنى ما تكونوش زعلانين مني خالص. امتحانات يا باشا، بص يا باشا الدنيا مسافتك قصيره. امتحنوا صح بقى لله، امتحنوا صح. احنا ربنا بيحطك في امتحانات من يوم بلوغك، ومن قبل كده بيكون شخصيتك. فمن ساعه ما خلاص بتبقى صاحب شنب كده، انت يا باشا بتعرف تتكلم، بتعرف تقول ده وده لا. فانت مسؤول، مش التكليف بقى الصح والغلط الثواب. لا يا باشا مش كده. ده انت لازم تكون صاحب فلسفه عشان ايمانك تخش تعرف تتكلم. ولا انت هتروح تقول له انا عملت الصح؟ باشا الصح والغلط المطلق مفيش حاجه اسمها كده. لازم ده يشتغل. حتى اللي بيقول لك مخير ومسير، حتى انا في تسييري بختار. حتى في تسييري بختار. تخيل بقى. بس اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم.